انا جيكا عندي 18 سنة والحمد لله دلوقتي اقدر اقول انا بعرف ادخل فلوس اكتر من واحد شغال في شركة. وكل ده وانا لسه في المدرسة ولسه عندي تمارين وبروح الجيم وعندي امتحانات وبذاكر لها. وكل ده وانا شغال من البيت، عكس واحد شغال في شركة بيشتغل بتاع 9 ساعات في اليوم ولا قادر يشوف عياله ولا قادر يروح الجيم وصحته تعبانة ونفسيته تعبانة وما بيلحقش يخرج وما بيلحقش يسافر. انا الحمد لله كل ده مش مشكلة بالنسبة لي، وانا اصلا احتمال يعني انا بصور الفيديو ده هخلص تصوير الفيديو ده وهسافر. عندي ميعاد السفر كمان ساعة او ساعتين. فالحمد لله يعني انا برضو طبعا كده كده وصلت اللي انا فيه ده مش بالسهل ومش في 3 شهور، لان الناس اللي هي مثلا شايفاني بقالي 4 شهور او 3 4 شهور بشتغل. لا، انا كان في سنة كاملة قبليها قعدت اجرب في حاجات وفشلت وخسرت، والحاجات دي هي اللي دخلتني في اللي انا بعمله دلوقتي. ففي ال4 شهور دول الحمد لله عرفت اعمل لكلاينتس، يعني دول مثلا كلاينتس شغالين الشهر اللي فات في ابريل عملنا 1,200,000. ده كلاينت تاني عملنا 1,000,000 في 15 يوم او اقل كمان. ده كلاينت تاني عرفنا نعمل 700,000 جنيه في حوالي 15 يوم بس. كده كده في غيرهم كتير، بس دول يعني كانوا احسن ريزولتس احنا عملناها. وانا النهارده بص، الناس كتيرة قوي 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 فاكرة، يعني مثلا ناس كتبت لي في الكومنتس عاوزين شرح على الادز مانجر، وناس على التيك توك يا عم حلو بس انا عاوز كورس ومش كورس. اللي هم مش فاهمينه واللي خلاني انجح واللي خلاني انا ما نجحتش برضه، عشان ما بحبش اقول على نفسي ناجح، انا لسه برضه لسه ما عملتش اي حاجه. بس انا لسه يعني انا اخول أو ما تسمعوش غلط، انا اخدت اول خطوه والدنيا الحمد لله مشيت شويه، لكن انا لسه ما نجحتش ولسه ما عملتش اي حاجه. واهم حاجه انك تحط في دماغك انك على طول عاوز تتعلم، على طول عاوز تطور من نفسك. عمرك ما تقول لنفسك اللي انا نجحت، عمرك ما تقول على نفسك ناجح، عشان دي هتبوظ لك الدنيا خالص، هتحسسك خلاص انت بدات تعمل فلوس. فلا، انا خلاص بقيت جامد ومش محتاج اتعلم وبس، انا هنتخ بقى ومش هعمل حاجه. فالنهارده بقى انا هقول لك على حاجات مهمة قوي 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 لازم تعملها قبل ما تعمل ادز. قبل ما اخش على الادز مانجر، كده كده ما تستعجلوش، كل حاجة على الادز مانجر هتتشرح بالسكيلينج بالاوبتمايزيشن بالتستنج بكل حاجة. بس انت يعني عايز اقول لك على حاجة، انت لو واحد اصلا عمره ما عمل ادز في حياته، دخل مع براند مظبطه الحاجات اللي انا هقول لك عليها في الفيديو ده، لو دخلت معلش في الكلمه لو في الكامبين هتعرف تجيب ريزولتس وهتجيب ريزولتس قويه قوي. فاهم؟ فاللي هو انت مش اهم حاجه تتعلمها انك تقعد بقى ايه، ده تعمل سكيل الساعه معرفش كام، وتنزل ده معرفش الساعه كام، وتعمل مش عارف ايه، وازاي طيب اعمل تيست، وازاي معرفش السي بي ام والسي تي ار والحاجات دي. اهم حاجه اللي انا هقول لك عليها في الفيديوز دي، لان دي اللي بتنجح الادز مانجر، دي اللي بتنجح الادز واللي بتخلي الادز ناجحه، دي اللي هتنجحك كميديا باير، ودي الحاجات المهمه اللي انت محتاج تعرفها كميديا باير. لكن كل الحاجات بقى لو ادز مانجر اللي هو يعني ايه، معرفش ادست وادز وتحط معرفش ايه، كل الحاجات دي مهمة قوي برضو. بس انت لو دخلت انا علمتك عكس اي حد تاني بيخش يعلمك الادز على طول، وده غلط لان انت مش فاهم حاجة. انت لو يوم واقع هتعرف اليوم واقع ليه، هتفتكر ان المشكلة فيك انت، لكن هي المشكلة مش هتبقى فيك. بنسبة 90% المشكلة هتبقى في عنصر انت مش عارفه، لان انت اصلا ما تعلمتش الحاجات دي وما تعرفش. فانت بالتالي هتحس انك وحش. الكلاينت بتاعك هيقول لك ان شاء الله كده كده برضه هقول لكم ازاي تجيبوا كلاينتس. الكلاينت بتاعك هيقول لك انت وحش انا همشيك، وهو اصلا المشكله هتبقى فيه. فانت هتحس معلش، انت هتحس باحساس انك وحش وممكن تحبط، وهو هيطردك فكمان هتحس باحساس او عشان انت اتطردت وانت خلاص لما كنت صدقت جبت كلاينت فاللي هو هتطرد، فالدنيا هتبوظ خالص منك. فزي ما قلت لك انت محتاج تركز معايا قوي في الفيديو ده، لان انا معظم الفيديوز نجح كميديا باير هي الفيديوز اللي مش على الميديا باينج. تمام؟ فركز معايا قوي في الفيديو ده عشان بجد هتستفاد. ويلا بينا نبدأ علشان اول ما تخلص الفيديو ده ان شاء الله
دماغك هتتفتح لحاجات كتيرة قوي قوي انت ما كنتش واخد بالك منهم. بص، اهم حاجة بقى، اهم حاجة حاجة اسمها الاد ريسيرش. يعني ايه الاد ريسيرش؟ يعني من الاخر انت بتعمل ريسيرش على الادز بتاعتك. بتعمل ريسيرش على ايه؟ على 3 حاجات بالظبط. اول حاجه وهي الكومبيتيتور ريسيرش. يعني قبل كده ما تبتدي مع الكلاينت بتاعك لازم تقول له ابعت لي 3، على الاقل 3 من الكومبيتيتورز بتوعك، ده على الاقل. حاول تاخد منه مثلا 5 6، او مثلا حاول تاخد منه 6. 3 مثلا اوحش أو مش اوحش منه بس في نفس الليفل بتاعه، و3 اللي هما معديينه بغباء، معديينه بتخلف، اللي هو لسه بدري اللي هو يجيبه. ماشي. ف فاول حاجه competitor research مهمة قوي قوي. لازم تسأل على الكلاينت بتاعك 3 كلاينتس مثلا في مستواه او ممكن اقل منه، و3 كلاينتس فوقيه بمراحل. ومش لازم 3، انت ممكن تسأله على 5 و5. كل ما تكتر كل ما احسن. هتعمل ايه بقى في الكومبيتيتور ريسيرش ده؟ اول حاجة هتخش على كل الويب سايتس بتاعتهم. اول حاجه هتشوف كده كده دي، حاول تعملها مع الكومبيتيتورز الناجحين، عشان لو كومبيتيتور ناجح فهو كده كده هيبقى مظبط الحاجات دي. هتخش تشوف الويب سايت شكله عامل ازاي، لان حاجه مهمه قوي 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 وهي الويب سايت. الويب سايت بتاعك مهم قوي، عشان معظم الكلاينتس الصغيرين الويب سايت بتاعهم بيبقى وحش قوي. وانت في الاول لما تيجي تشتغل مع كلاينت هيبقى صغير طبيعي. انا لما بدات كنت بشتغل مع كلاينتس عندها 300 و400 فولور، هي كده كده مش بالفولورز، بس انا بقيس لك يعني حجم الكلاينت بالفولورز علشان انت برضو تبقى متخيل معايا. فلازم تخش تشوف الويب سايت بتاع شكله عامل ازاي. خش شوف كده الكلاينت بتاعك الويب سايت عامل ازاي، والويب سايت بتاع الكومبيتيتور الناجح شكله عامل ازاي. لو شفت فرق رهيب، ماشي، يبقى انت لازم تروح تقول له بص انا مش عارف اشتغل غير لما نظبط الويب سايت. وتعلم انت ازاي تعمل ويب سايت، هو مش صعب. خش على يوتيوب اكتب ازاي اعمل شوبيفاي ويب سايت، هتلاقي كل حاجه موجوده. سهله قوي يعني، اكنك بتعمل جوجل سلايدز، فاهم؟ فخش شوف كل الكومبيتيتورز بتوعك الويب سايت شكلهم عامل ازاي، عاملين مقسمين الويب سايت ازاي، حاطين مثلا كام برودكت. كل الكلام ده مهم قوي تشوف الويب سايتس بتاع الكومبيتيتورز بتوعك. وتاني حاجه وهي الكومبيتيتور اوفرز. يعني ايه الاوفر اصلا؟ يعني العرض اللي هو بيقدمه للناس. ايه هو العرض؟ اللي هو من الاخر البرودكتس بتاعته هو مثلا بيقدمها للناس بكام. انت مثلا دلوقتي لو دخلت والله لقيت واحد بيبيع جينز ب 1800، وده الكومبيتيتور اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الناجح، تمام. ولقيت مثلا والله كلاينت اللي انت شغال معاه ده مسعر البنطلون بتاعه ب 1800 برضه. انا بديك اي ارقام يعني، هو كده معظم مفيش بنطلونات ب 1800 قوي يعني. ده كلاينت بتاعك وهو برضو مسعره ب 1800. بالمنطق ده واحد بقاله 3 4 سنين في السوق ومعروف وعامل يعني خلاص الناس عارفاه وبقاله كتير وناجح، بيبيع بنطلونه ب 1800. كده كده هو معاه كواليتي عليك، معاه فلوس عليك، معاه كابيتال يصرف في البيزنس بتاعه، معاه كل الحاجات اللي انت متخيلها. فانت خسران في كل الحاجات دي، لان انت دلوقتي مستحيل لو انت سعره، يعني الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تعرف تبيع عليه هي سعرك. يعني مستحيل ان انت تبقى بقالك مثلا لسه بادئ براند ومعرفش ايه، فتلاقي مسعر نفسك زي نايك مثلا. انت لو رحت دلوقتي صنعت تيشيرت يا باشا، لو رحت عملت مثلا براند لبس جيم ورحت سعرت زي نايك، حد هيشتري منك تيشيرت ب2000 جنيه؟ انسى. فلازم تشوف الاسعار بتاع الكومبيتيتورز بتوعك. لو لقيت اللي هو الاسعار بتاعته واحد يعني لسه براند صغير ومسعر نفس او اوطى مثلا لو حتى لو مسعر يا عم ب1600 برضو، يعني مش يعني ممكن بس مش برضو، مش الدنيا مش هتمشي. فانت دي حاجه مهمه قوي قوي قوي، لان انا كان عندي كلاينت كان مسعر حاجه كانت هي مش عارف ب 1000 كانت ب 1300 عند كلاينت عند براند كبيره قوي ومشهوره قوي قوي قوي، وهو كان مسعره بكام؟ كان مسعره برضو ب 1300. بدأنا ادز، الدنيا ما مشيتش. قلت له بقول لك ايه، انت مسعر حاجاتك ازاي؟ كلمته على التسعير، فقام قال لي انا مسعر زي السوق وبتاع زي الكومبيتيتور بتاعي ومش عارف ايه.
فقلت له انت لو مسعر زي الكومبيتيتور بتاعك، هو الكومبيتيتور بتاعك عشان ما اكدبش عليك هو احسن منك 50,000 مرة، وانت لازم تتقبل بكده. لو انت مقتنع ان انت احسن منه فانت عمرك ما هتعرف تتحسن. فقلت له طب بقول لك ايه، هنشوف، مش هننزل اسعارك بس هنعمل سيل، هننزل اللي هو كان بدل ما 1300 كده، عشان لو انت عاوز تطلعه 1300 تاني هننزله يبقى بكام؟ هننزله يبقى ب 1100. تمام، فرق 200 جنيه. لقينا بقى يوميها الاوردرز زادت بنسبة 40%. كل ده علشان ايه؟ نزلنا السعر. فقام قال لي خلاص لا انا هثبته على 1100. قال لي حلو قوي، وحتى شلنا السيل اللي هو كان ب 1300 خليناه ب 1100 بس. والدنيا زي ما قلت لك مشيت زي العسل، عسل 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 بطحينه، عسل ببيض. ماشي. فدي مهمه قوي قوي قوي. ما تفتكرش ان الادز هي كل حاجه، ما تفتكرش ان انت عشان الادز بتاعتك مش شغاله فالمشكله فيك، المشكله انت مش عارف تعمل ميديا باينج. لا، هي مش كده خالص. بنسبه 90% لما الادز بتاعتك ما تبقاش شغاله، غير مثلا لو انت رازع حاجه مش موجوده على كوكب الارض في الادز، بس طول ما انت حاطط حاجات معقوله مش غلط، مستحيل مستحيل يبقى المشكله فيك. بنسبه 90% هتبقى مشكله في البراند، في اي عنصر في البراند. فدي مهمه قوي ان انت تروح تشوف الاوفرز بتاعتهم. تاني حاجه بقى الكرييتيف ريسيرش. يعني ايه الكرييتيف ريسيرش؟ يعني الكرييتيف نفسه اللي هو الفيديو او الفوتو اللي هي الصورة. ماشي، ده الكرييتيف اللي هو يعني يا اما فيديو يا اما صورة. تمام، هتروح تعمل ايه؟ اول حاجة خالص، اول حاجة خالص خالص هتخش زي ما قلت لك، انت خلاص طلبت منه مثلا بتاع 6 كلاينتس كومبيتيتور، 6 براندز كومبيتيتور. هتخش على الاد لايبراري. تعالى كده نخش مع بعض. ومثلا انا كنت دلوقتي اهو مثلا بشوف سايت دوت كايرو. دي براند عندها مش عارف، عندها حاجة و50,000، وما شاء الله ما شاء الله عاملين اعلان دلوقتي مع مش عارف دي اسمها ايه، آية سماح. ويعني ما شاء الله براند كبر جامد قوي قوي قوي، وكده كده ما بيعملش اقل من 2 3 4 5 مليون يعني. ما اعتقدش ان هو بيعمل اقل من كده. تعالوا بقى نبص على الاعلانات. انت مثلا دلوقتي هتخش هتقول له بعد ما قلت له انا عاوز الكومبيتيتورز بتوعك، هتخش تكتب الكومبيتيتورز بتوعك هنا وتشوف بقى كل الادز بتاعتهم. تمام، كل لما الاد يعني مثلا تعالى ننزل تحت، كل لما الاد يبقى بقاله اكتر شغال، يعني ده مثلا من فبراير 17، فده بقاله قد ايه؟ بقاله كتير قوي. يعني احنا دلوقتي في شهر ماي، ابريل، مارش، فبراير، يا نهار اسود، يعني بقاله بتاع 3 4 شهور. فده 100% اد ناجح. ده ما كانش ناجح كان قفله طبيعي، اللي هو لحد دلوقتي عمال بيجيب له اوردرز. وممكن تشوف الانستجرام بتاع، يعني هو مثلا بلاتفورمز، هو ده هنا هو مشغل انستجرام بس، هنا والله هو مشغل ماسنجر واودينس نتورك وما اعرفش ايه، هنا والله هو مشغل ما اعرفش ايه. عادي تقدر تشوف كل ده، تقدر تخش تشوف كده مثلا ايه سي اد ما اعرفش ايه، تخش تشوف ايه الدنيا. مثلا لما تدوس شوب ناو هو بيدخلك على انيو بيج اهو، والله لما بتدوس شوب ناو بيدخلك على الهوديز بيج. فكل الحاجات دي مهمه قوي. كل اللي انت هتعمله هتعمل ايه؟ دايس هنا كوبي اد لينك. والله مثلا نقول سيبك من الصور، علشان تعالى مثلا نشوف الفيديو ده. الفيديو ده مثلا شغال من ابريل 16، يعني بقى له حوالي حاجه و20 يوم. بص انا عاوز بقى اوريك حاجه، لان الناس فاكره ان الادز الحلوه لازم تبقى بروفيشنال ومعرفش ايه وتبقى مصوره حلو. ده اد زي ما انت شايف. بص ما فيهوش اي حاجه، حد قاعد في بيته حاطط كاميرا على المرايه وعمال بيعمل كده وكده وكده وما اعرفش ايه، وحاطط اغنيه وعمال بيغير بتاع. قد فعلا بجد مش هياخد منك 20 سنه، او من الكلاينت بتاعك مش هياخد منه، لو هو عاوز يصوره مش هياخد منه 10 دقايق مستحيل. بالإيديتنج بتاعي يعمل نص ساعه. ودي الادز اللي بتشتغل. انت يعني كده كده الادز برضو بروفيشنال بتشتغل، بس انت الادز البروفيشنال دي انت لما تروح تعمل فوتوشوت هتدفع فلوس كتيره قوي يعني فيها، مش مستاهله، مش مستاهله خالص. يعني مثلا بص تعالى نبص. واحد حاطط الكاميرا فوقيه، Who's calling that shit? Who's calling that shit? برضه عماله بتغير معرفش ايه. تعالى نبص هنا
نفس الحاجة كلها ادز، نفس الحاجة في البيت على الارض. There's nothing like it, not like the way you move. I can try. مش لازم يعني تعملها على ترابيزة بلياردو بس. الدنيا سهلة قوي يعني. فهتخش هتقول له والله انا عاوز اعمل اد، اعمل لي اد زي دي. دخل كوبي اد لينك، اقول له دي والله الادز اللي شغاله معايا، اللي شغاله مع البراندز الكومبيتيتورز بتوعك، احنا عاوزين نقلده. تاني حاجه وهي الاورجانيك ترندز. يعني ايه الاورجانيك ترندز؟ الاورجانيك ترندز دي اللي هي من الاخر الترندز. يعني مثلا فجاه كده طلع ترند اللي هو في الادز كله مثلا بدأ يحاول يستعمل الاي اي، فانت لازم تلقط ده على طول وتخش في الترندز. او مثلا اغنية طلعت ترند، اغنية طلعت ترند ومكسرة الدنيا، والتيك توك والانستجرام كله مقلوب بيها، فاستعملها في الاد. فاهم؟ كل الحاجات دي مهمة قوي. يعني ما تفتكرش اللي هو الادز مانجر هو كل حاجة، لا، هو مثلا بنسبة 90% اترلايز على كل حاجة غير الادز مانجر نفسه. فاورجانيك ترندز دي مهمة قوي. قول مثلا انفلونسر طالع ترند والدنيا مقلوبة عليه، ممكن تحاول تبعت له حاجة هو يعمل لك فيديو. في ترند مثلا زي اللي هو طلع ترند اللي هو ترند عادي بالكلام معرفش ايه، استعملها على طول. القط الترندات دي، القط الترندات دي ودخلها في الادز على طول. ايه الفورماتس بقى؟ الفورماتس دي من الاخر اللي هو يعني فيديو مثلا، كاريسيل، صورة، مثلا هو مستعمل فور اكزامبل مثلا كاتالوج. فدي الفورماتس. تشوف زي ما قلت لك، تخش هنا على الايد لايبراري تشوف هو مستعمل فيديوز، كاريسيل، كاتالوج، ايه بالظبط. الانجلز بقى دي اللي هو الانجل، يعني انت داخله من انهي زاوية. هل انت مثلا داخله من زاوية اللي هو انت بس بتوري البرودكت وخلاص، ولا هل انت مثلا داخله من زاوية فور اكزامبل انت حاطط البنطلون مثلا بتاعك بتاع البراند اللي انت شغال معاه او بتاع البراند بتاعك، وبعديها حاطط ايه بنطلون، نفس البنطلون مثلا اللي انت كنت حاطه في اول صورة دي، وكاتب فوق مثلا دي بعد ما انت اشتريته دي بعدها ب10 سنين، ويتبين اللي هو مفيش اي فرق، وتكتب هنا تكست مش عارف ايه اللي هو او معرفش ايه افتر 10 years ما بيبشش ما بيكشش معرفش ايه. فدي انجل تانية خالص، دي ملهاش اي علاقة. يعني دي ممكن حد يشتريها اصلا لان هو بيحب عاوز يشتري حاجة، حتى لو اثر المنتج نفسه مش عاجبه، هو ممكن يشتريها علشان انت جيت له من انجل تانية خالص، من ناحيه اللي هو ما بيكشش. فهو مثلا كان نفسه او ما بيبص يعني عشان ده بنطلون ايا كان بقى البنطلون انت بتبيعه يعني، او ايا كان اي حاجه انت بتبيعها، فهو ممكن يشتريها مخصوص لانه انت خليته يفكر في اللي هو اللي هو يشتري حاجه ما بتبص او ما بتكشش. وهو كان نفسه اللي هو يشتري حاجه على طول مثلا في دماغه اللي هو ما يشتري حاجه ما بتبص، حاجه ما بتكشش، حاجه تفضل قاعده معاه كتير. هو مش عاوز كل شويه يشتري بنطلون جديد بنطلون جديد بنطلون جديد. فانت دخلت عليه من زاويه جحده، فاهم؟ فدي الانجلز. مثلا ممكن انجل تانية تبقى حاجه اسمها سوشيال بروف. يعني ايه سوشيال بروف؟ يعني من اخر بروف من الحاجه. يعني مثلا فور اكزامبل ايه حاجات سوشيال بروف؟ مثلا حد طالع في فيديو عمال بيتكلم بيقول والله التيشيرت دي جامده قوي وعجباني قوي ومش عارف ايه، بصراحه انا ما اعرفش ايه واشتريتها وجميله كل الكلام الحلو ده. فدي برضو انجل تانية. فدي مهمه قوي برضو انك تبقى واخد بالك منها. الانجلز دي مهمه قوي، متعملش كله وايت باك جراوند وخلاص. انت لو عملت كل صور هتشتغل عادي هتشتغل. معظم الكلاينتس اللي معايا بيشتغلوا مع وايت باك جراوند، بس لازم تجرب على طول. اتعود كده على طول. لو انت مثلا بتصرف 1000 جنيه في اليوم، لازم 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 من 1000 جنيه في اليوم دي على الاقل 20%. يعني 20% من 1000 يعني كام؟ يعني ما اعرفش، بس قول مثلا 200. لازم من 1000 جنيه دول تحط 200 جنيه تجرب بيهم حاجات جديدة وحاجات عمرها انت ما شفتها، حاجات انت اللي تألفها. ماشي؟ يعني حط 800 جنيه في الحاجات اللي شغالة، وب 200 جنيه جرب حاجات. وجرب مثلا ايه ستراكشر انت عمره ما جربتك، طلع ادست مثلا
وجرب فيها حاجه جديده انت عمرك ما كنت متخيل انت ممكن تعمل حاجه شبه كده. طلع حاجه جديده متخلفه اللي هو فعلا تبقى حاجه جديده، مثلا مش حاجه انت شفتها على النت جبتها، او عادي ممكن لو عاوز برضو تشوف حاجه انت شفتها ممكن عاوز تجربها، جربها على طول. ادي لنفسك 20% من البادجت بتاعتك، او لو مش 20 بالظبط، بس لو مثلا لو 1000 200، لو 2000 400، لو 4000 800 كده. فعلى طول لازم تعمل تيست لحاجات جديده وحاجات مجنونه وحاجات مختلفه، لان انت لو كل يوم قعدت تيست ب 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه، في مره هتلاقي قد الميتينات بقى اللي انت عمال بتصرفها فجاه هتلاقي واحده شبكت وكسرت الدنيا، وهتلاقيها هي الوينر اصلا عندك، وهتبتدي بقى تحط فيها بادجت. فعلى طول لازم تعمل تيست لحاجات جديده انت يعني عمرك ما جربتها. فدي مهمه قوي قوي قوي. تاني حاجه وهي بقى ايه، تالت حاجه قصدي، وهي الكاستمر ريسيرش. يعني ايه الكاستمر ريسيرش؟ يعني تعمل بحث على الزبون اللي انت هتروح له او الكلاينت اللي انت هتروح له. ماشي. فدلوقتي ايه الكاستمر ريسيرش؟ هتعمل كاستمر ريسيرش على ايه؟ يعني هتشوف عنوان بيته فين ولا هتعمل ايه؟ لا، اول حاجه هتشوف الديزايرز والايموشنز بتاعته. معلش هي بتاع بيكسليتد بس عشان انا عامل زوم فهي بيكسليتد شويه. اول حاجه لازم تشوفها وهي الديزايرز والايموشنز بتاعته، يعني هو مثلا بيحب ايه، ايه الايموشنز بتاعته، ايه الديزايرز بتاعته. يعني اللي هو مثلا ممكن فور اكزامبل لو انت بتبيع مثلا لبس جيم، فانت مثلا واحد يبقى الديزاير بتاعه اللي هو يخس، فانت مثلا ممكن تتيلر اد مخصوص اللي انت مثلا عامل له تيشيرت بتبين الباي والتراي ومش عارف ايه، بس ما بتبينش الحته دي. فانت دلوقتي اهو انت انت عيل تخين، فبس دراعتك هتبقى حلوه وفي نفس الوقت الحته دي مش هتبقى مش هتبقى ماسكه عليك، فهيبان ان انت معضل. ده كده ديزاير، واحد عاوز يخس، فانت تلعب على حته الخسسان دي اللي هو ايه، تديله حاجه انت عاوز تخس، طب خد انا هساعدك اللي انت ايه، انت كده كده تخين فانا هساعدك اللي انت مؤاخذة اي حد تخين يعني. تمام. دي كده ديزاين ايموشن. يعني ايه بقى بوست بيرتشيس سيرفيز؟ دي برضو ما اعتقدش حد بيعملها اصلا في مصر، بس دي مش هتبقى حاجه من ناحيتك. بوست بيرتشيس سيرفيز يعني اللي انت بعد لما حد يشتري تبعت له سيرفي كده، تاخد من الاخر رايه في الحاجه. يعني ايه؟ يعني مثلا هتحط مثلا زي ما انت لما تروح مطعم ويقول لك وانت طالع بيبقى فيه زي بوكس كده بيقول لك اديني ريت، السيرفيس حلوه، الاكل حلو، طب المكان حلو، طب مش عارف التمبريتشر حلو. بيسالك على حاجات كتيره لان هو بياخد منك انت فيدباك، من الكاستمر بتاعه فيدباك علشان يعرف ايه اللي هيحسنه، ايه اللي يكتر منه، وايه الحاجات الحلوه، ايه الحاجات الوحشه، ايه مثلا الحاجات الناس اللي مأثرة عنده. هل مثلا الكاستمر سيرفيس هو اللي مأثر عنده، ولا مثلا الاكل نفسه هو اللي مثلا الطباخ مأثر عنده. ف مهمة قوي 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 تبعتها. دي ما اعتقدش في حد بيعملها في مصر، بس والله انت لو عاوز فعلا او عندك براند وعاوز فعلا تكبرها واللي هو فعلا عاوزها تبقى حاجة كبيرة، دي مهمة قوي قوي قوي. تشوف الكاستمر بتاعك هل البرودكت بتاعه ده عاجبه، هل السايز مظبوط، هل الدليفري مثلا ايه اللي حصل مع الدليفري، يعني من بعد ما طلب لحد لما الاوردر جاله كان ايه البروسيس، كان الموضوع سهل، الطيار كلمه على طول اللي هو الكيرير يعني كلمه على طول، اتأخر عليه، طب هل ذوقه كان حلو مثلا او اللي هو كان بولايت معاه، فور اكزامبل الباكجينج كان حلو. تسأله على كل حاجة، ودي تعرف تاخد منها فيدباك. دي الطريقة الوحيدة. في ناس ممكن تخاف اللي هو تبعت اللي هو ايه، لا ممكن يقول حاجة وحشة. يا عم خليه يقول حاجة وحشة، انت عاوزه يقول حاجة وحشة عشان تحسن انت حتى بالذات في نفسك. انت لو ما فاكش حاجة مستحيل ما فيش اي حاجة وحشة فيك، غير بقى لو استغفر الله العظيم انت اللي خلقنا يعني. مستحيل يبقى ما فيش حاجة وحشة فيك، لازم. وهو اصلا انت لازم تبقى عاوز ان هو يبقى فيه حاجة مش كويسة فيك علشان تعرف تتحسن. هو التحسن ده ايه؟ التحسن ده انت بتحسن حاجه مش كانت، يعني لو كانت حاجه هنا فانت بتحسنها تخليها هنا، ولو هنا بتخليها هنا، لحد بقى لما توصل للليفل اللي انت حسنتها بتخلف بتخلف بتخلف.
فخلاص وصلت للي هو البيرفكت. وانا بالنسبه لي مفيش حاجه اسمها بيرفكت، انت عمرك ما هتبقى بيرفكت، مستحيل. فلازم تقعد تحسن نفسك على طول. فدي مهمه قوي للكلاينت انت شغال معاه، لان انت في الاخر، في الاول في الاخر انت شغال معاه بنسبه. فانت النسبه دي يعتبر انت صاحب البراند، وعندك مثلا نسبه 10% من البراند، كأنك شاري منه 10%، عامل انفست في البراند. فانت يعتبر صاحب البراند نفسه، فانت لازم تهتم بالبراند. وهو لو الكلاينت بتاعك والله مش شايف ريزالتس في الادز، بس هو شايف انك مهتم بيه وفعلا عاوز تكبره، عمال بتقول له اعمل كده واعمل كده وتعالى نجرب كده، مش هيمشيك. هو شايف انه مهتم بيه، ان انت مهتم بيه، مش هيمشيك. فدي مهمة قوي قوي قوي. لازم برضو تهتم قوي بالكلاينت بتاعك، لان زي ما قلت لك انت في الاول في الاخر انت صاحب البيزنس، عندك برسنتج فيها. فدي مهمة قوي. اخر حاجة في الريسيرش، وهنخش على الحاجة اللي بعديها، وهي الايديال كاستمر بروفايل. يعني دي بسيطة قوي، يعني الكاستمر بتاعك من الاخر هو مين؟ هل هو مثلا ما بيعرفش يتكلم انجليزي فانت لازم تكتب مثلا بالعربي؟ هل هو معلش مثلا بس اللي هو إيه طبقته تحت شوية، فاللي هو مثلا ايه تكتب له عرض نار، عرض بوم طخ، عرض طرشمان، معرفش ايه. هل مثلا هو كلاس ايه؟ لو واحد مثلا كلاس ايه مثلا، فاللي هو اكيد لو كتبت له عرض طرشمان يعني هيزمر لك يعني، واكيد مش هيعاتب الاد بتاعك. فدي مهمه قوي تشوف الكلاينتس بتوعك عامه. وخلي بالك الناس اللي هم مثلا ايه، الناس بتبقى فاكره اللي هو انا عاوز اعمل مثلا براند او عاوز اشتغل مع براند اللي هو يبقى بيبيع لي كلاس ايه علشان معرفش ايه ويبقى حاجه نضيفه. لا، خلي بالك هي مش ماشيه كده خالص. انا عندي كلاينتس من نوع بنبيع لي كلاس بي وسي، والناس اللي بقى اللي هم بتوع فاير وعرض مش عارف ايه، وبيعملوا فلوس جامده قوي. فانت ممكن تعمل فلوس من اي حاجه، مش شرط عشان تعمل فلوس لازم تشتغل مع كلاينت نضيف، واللي هو مش قصدي حاجه بنضيف يعني، بس مش لازم تشتغل مع كلاينت اللي هو يبقى بيبيع لي كلاس ايه ومش عارف ايه. لا عادي، ممكن تشتغل مع واحد بيبيع لي اللي هو طبقة تحت شوية، وتعرف تعمل فلوس غبية انت وهو. فالايديال كاستمر بروفايل دي مهمة قوي. تشوف انت مثلا الاودينس بتاعك هم مهتمين مثلا بايه، يعني مثلا الاودينس بتاعك ايه الحاجات اللي هم مهتمين بيها. يعني زي مثلا لو انت مثلا دلوقتي طلع ترند، اكيد لما يطلع ترند في التجمع غير لما يطلع ترند مثلا في حتة تانية، اللي هو مثلا زي ايه، زي مثلا في الصعيد. لو طلع الترند في التجمع اكيد مش هيبقى نفس الترند اللي هو هيبقى في الصعيد، واكيد ده اللي في الصعيد مش هيعرف الترند اللي راح التجمع. فانت دلوقتي انت مثلا لو عندك، لو بتبيع للتجمع، قول مثلا يعني هو مفيش حاجه اسمها انت بتبيع للتجمع بس لو انت بتبيع للتجمع ففي ترند شغال في التجمع، فانت هتاخد ايه، هتاخد الترند ده وتعمل له ابلاي على الاد بتاعك، بحيث اللي هو ايه يليق بال الكاستمرز اللي عندك في التجمع. لكن انت مثلا لو اخدت ترند شغال في الصعيد وجربته في التجمع مش هيشتغل يعني هتجيبها ازاي دي، فاهم؟ فاللي هو دي مهمة قوي 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 انك تبقى عارف ايه الايديال كاستمر بروفايل. كلام بيتعب والجو حر. تعالى بقى نخش على الاد كرييشن. انك بتعمل الاد نفسه لازم تسأل نفسك اول حاجة في الانجلز اللي هو ليه why someone would slash should does convert. يعني ايه؟ اهم حاجه انا بالنسبه لي انا بشرح لك بالانجلش، عشان انت الحاجات دي المصطلحات دي لازم تبقى عارفها بالانجلش وبترجمها لك في العربي. فانا مش بعلمك يعني بس اللي هو كده، لا لازم اعلمك انجلش والمصطلحات اللي بالانجلش، واللي بيعرف يتكلم انجلش حلو قوي. فدي مهمه قوي قوي قوي. انك على طول تحاول تحتك بكل اللغات، اي حاجه تعلمها قدامك. ما تقولش لنفسك لا انا انجليش ده صعب ومش عارف ايه. لا، الانجليش اهم حاجه، مش هتعرف تنجح نجاح اللي انت عاوزه من غير لما تتعلم انجليش. ف برضو انا عاوز برضو اسالكوا على كام حاجه. انا دلوقتي بفكر او مش بفكر بصراحه، هو في بيجي لي مسجز كتيره قوي 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 عاوزين مثلا اللي هو زي كورس او مش عارف ايه. فانا بفكر
ما بين 3 حاجات بالظبط، وعاوز اخد رايكم وقولوا لي كده في الكومنتس لو انتم مكملين الفيديو لحد دلوقتي. تاني هقولها لك، احييك لان انت بجد بجد عاوز تحسن من نفسك وتتفرج على فيديوز تتعلم منها، فبجد بجد يعني من قلبي والله ان شاء الله انت هتنجح. طول ما انت عاوز تحسن من نفسك وتتفرج على فيديوز تتعلم منها، فانت صدقني انت شخص طموح وعندك ديديكيشن وعاوز تعمل حاجة. فدلوقتي انا عاوز اسألكم على 3 حاجات. اول حاجة، هل انتوا حابين نعمل بيد كوميونيتي؟ لان انا عامل فري كوميونيتي على الواتساب، لكن في ناس كتير قوي، في اللي مش مهتم وفي اللي داخل مش عارف ايه، وكده كده اي حاجة لما تبقى ببلاش ما بتبقاش حد مهتم بيها. اللي هي ببلاش يا عم، انا لو جالي تيشيرت ببلاش هلبسها في البيت وهخرج بيها، بس انا دافع فيها فلوس. لا، اول حاجه انا هشوف مين الناس اللي مهتمه واللي بجد عاوزه فايد، لكل الناس اللي مش مهتمه واللي مش في دماغها والناس اللي مش داخله بس كده وخلاص. فدي عليها في الكومنتس. هل انتوا عاوزين paid community؟ paid community دي اللي هي هتبقى مثلا يبقى monthly fee، يعني تدفع مثلا، لسه ما حددتش كام في الشهر، بس هتدفع رقم شهر في كل شهر. الكوميونتي دي هيبقى فيها كل الناس، كل الناس بقى اللي هتبقى بجد مهتمه، مش على الواتساب. الواتساب داخل كله ببلاش، فهتلاقي واحد داخل يعشوا او داخل واحد داخل معرفش يعمل ايه. لا، هيبقى فيها كل الناس عاملين انفست في نفسهم، دافعين فلوس في النولج بتاعهم وعاملين انفست في نفسهم. فهتلاقي السيركل اللي حواليك كلها ناس بجد عاوزه تعمل حاجه. بوست جروب كول، هيبقى كل الناس اللي في الكوميونتي دي قالوا اللي انت عاوزينه، عاوزين حاجه اشرحها لكم مخصوص ليكم، هشرحها لكم. واحد عاوز يسالني سؤال مثلا على كلاينت هو شغال معاه، على اي حاجه، عاوز والله اشرح لك حاجه هشرحها لك. مش فاهم حاجه في الشرح ده هشرحها لك تاني، اقول لك ازاي نجيب كلاينتس، ودي اهم حاجه. والهدف الاساسي من البيد كوميونتي دي اللي احنا اساعد الناس تجيب كلاينتس، لان الكلاينتس هي اهم حاجه. انت لو اتعلمت ميديا باينج بس مش عارف ازاي تجيب كلاينتس، فانت مش هتعمل فلوس. فانا بالنسبه لي اكتر حاجه عاوز اركز عليها اللي انا كل الناس اللي في الكوميونتي تعرف تجيب كلاينتس. فهطلع معاك كل اسبوع اتابع معاك انت بعت لكام واحد، وهقول لك كل الطرق اللي تعمل بيها ساين للكلاينتس، وهعلمك ازاي تكلم كلاينت وتسيستمه في التليفون لما تكلمه، وازاي تبعت لبراندات، وازاي براند يرد على المسج بتاعك وتبعت ايه في المسج، وكل الكلام ده. المين فوكس من الكوميونتي اللي انت تجيب كلاينتس. في نفس الوقت هعلمك كل حاجه في الادز، تقدر تسال على اي حاجه انت عاوزها، وانتوا كلكم كجروب هتعرفوا تساعدوا بعض وتزقوا بعض وتشوفوا بعض عمالين بيجيبوا كلاينتس، فهتتزقوا وتتشجعوا مع بعض. ماشي. فدي انا حاجه بفكر اعملها بصراحه، لان يعني الناس عماله فعلا فعلا بيجي لي مسجز تخلف تخلف تخلف، عاوزين حاجات زي دي، عاوزين بيد كوميونتي، عاوزين طيب اعمل لنا كورس، اعمل لنا معرفش ايه. الناس ناس كتيره قوي عاوزه ده. فانا بصراحه بفكر اعمله، وانتوا برضو قولوا لي ايه رايكم في الكومنتس تحت، هل انتوا حابين حاجه زي كده؟ وتعالوا بقى نكمل الفيديو علشان نكمل باقي الفورمات والانجلز وكل الكلام الحلو ده. طيب، سألنا دلوقتي قلنا في الانجلز why someone would / should does convert. تاني انا قلتها في الفيديو اللي فات، لازم تسأل نفسك ليه حد هيشتري من الاد بتاعك، ليه حد ممكن يشتري من الاد بتاعك، وليه هيشتري. فدي لازم تسألها لنفسك، وتسألها لو انت مش عارف تجاوب عليها خلاص. لو مش عارف تجاوب، يعني انت مثلا لو عندك براند وسألت نفسك ليه الناس هتشتري من عندي مش عارف تجاوب عليها، يبقى روح راجع نفسك واعرف بقى ايه اجابة السؤال دي. انا ما ينفعش اقولها لك، يعني مثلا ما ينفعش اروح اقول لك هات البراند بتاعك، انا هقول لك ليه الناس ما ينفعش. انت كصاحب براند لازم تسألها لنفسك وتجاوب عليها على نفسك. تعبت، كنتش متخيل الكلام ده بيتعب، بس لما ببقى عاوز اللي هو اوصل حاجة، ببقى عاوز اوصل معلومة لحد واللي هو عمال بتكلم وكده وكده، بحس كده متعبة. ماشي. البرايمري فورماتس، ايه برايمري فورمات؟ معانا فيديو، معانا ايمج، معانا كارسل، معانا كاتالوج. دول البرايمري، يعني اللي هما برايمري اللي هما من الاخر الاوائل، يعني مش عارف يعني ايه برايمري بالعربي بصراحة. فاول حاجة الفيديو، هو يبقى فيديو، مش لازم يبقى
عادي ممكن يبقى فيديو لحد دقيقة دقيقتين مش فارقة، المهم لو فيديو يبقى شغال. لو عندك فيديو 10 دقايق وبيجيب لك اوردرز يا باشا كمل فيه عادي. تاني حاجة images مش شرط اللي هي تبقى وايت باك جراوند، يعني يبقى اهو البرودكت مش شرط تبقى وايت باك جراوند كده وخلاص، لا ممكن زي ما قلت لك فوق، تعالى كده نطلع فوق حاجة زي دي، او مثلا صورة تانية مثلا يبقى فيه مثلا لو بنطلون كده او بنطلون يبقى مثلا ايه في ارو كده وارو كده، وهنا مثلا كلوز اب شوت من الحته من البنطلون، وهنا كلوز اب شوت من حته تانية من البنطلون، ويبقى في هيدلاين مثلا مكتوب هنا مثلا بتنجان محمد عبد السلام اي حاجه. فمش شرط يبقى بس وايت باك جراوند، لازم تنوع تنوع من الصور بتوعك. ايه بقى السكندري فورماتس؟ اول حاجه وهي الريلز، تاني حاجه واهم حاجه ومهمه قوي 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 اليو جي سي. اليو جي سي مهم قوي قوي قوي، لازم تستعمله في الادز بتوعك. تالت حاجه بارتنرشيب ادز. ماشي بارتنرشيب ادز دي فكك منها مش هتحتاج تتعلمها دلوقتي عشان هتلخبط نفسك. رابع حاجه اس فيرسز دم. يعني ايه اس فيرسز دم؟ يعني انت مثلا عندك برودكت، مثلا انت عندك برودكت اللي هو وكاتب كل البنفيتس، احنا مثلا ما بيكشش ما اعرفش ايه مش عارف ايه، دي مش هتشتغل قوي في النيش بتاع اللبس، ممكن تشتغل بس هي بتبقى احسن بتشتغل مثلا لو انت مثلا سكين كير او مثلا حاجه للشعر، فهتحط كل البنفيتس بتاعتك، ممكن كده مش هتكتب اسم البراند التانية، بس هتقوم كاتب مثلا الناحيه التانية كده اهو اكس 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 مثلا، دي بتقعد اكتر بتقعد اكتر وقتها قليل قوي، دي مثلا فاستر ريزلتس، دي مثلا عشان تشوف ريزلتس محتاج 3 4 شهور، دي مثلا فيري هيلثي للسكين يعني مفيده للبشره بتاعتك، دي ممكن دي بتاثر فيها لان فيها معرفش لاكتوز وفيها جلوكوز او اي حاجه، يعني انت فاهم الفكره. فيتشر بوينت اوت دي بقى ممكن تعملها ايزي قوي في الفاشن نيش. يعني ايه؟ يعني اللي هو زي ما قلت لك كنت لسه بشرحها لك فوق، فيتشر بوينت اوت انت عندك مثلا في البنطلون حاجه مميزه، مثلا قول زي ايه، اي حاجه بقى اي حاجه مميزه في البنطلون او في التيشيرت قوي قوي قوي، فانت بتعمل لها بوينت اوت، مثلا ممكن تعمل ارو كده بتعمل ايه، تحط كلوز اب شوت من هنا وتتكلم عليها. ادز دي برضو مهمه قوي بتشتغل حلو. وفيتشر او بنفيت زي ما قلت لك، فيتشر او بنفيت اللي هو بنفيت هو الكاستمر بيستفاد، يعني بنفيت مثلا انت تشتري البنفيت لما تشتري فور اكزامبل قول مثلا سكين برودكت، فانت السكين بتاعك هيبقى الهيجين بتاعك هيتحسن، والسكين برودكت بتاعك هيبقى هيتحسن. وحاجه حلوه قوي تلعب عليها زي ما قلت لك، تلعب على الايموشنز بتاعت الكاستمر بتاعك. لو انت مثلا بتبيع سكين روتين ممكن تلعب على اللي هو ايه، مش هتعرف بقى اللي هو خلاص مش هتتكسف بتتصور لان وشك وحش، هتعرف تشقط البنات هيبتدوا يبصوا لك لان انت خلاص الهيجين بتاعك حلو، مش هتتكسف تروح تتكلم بنات، مش هتخاف، تبقى من الاخر هتجين كونفيدنس اللي انت خلاص وشك حلو، فاللي هو يعني مفهوش مش عارف ايه، فخلاص هتعرف تروح تتكلم مع بنات وتقرب من بنات وكل حاجه. محدش يقرب من بنات، محدش يجي سكه البنات عشان السكه دي بايظه خالص، وصدقوني محدش يخش فيها خالص 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 غير بقى في الجواز وكده، بس انا بشرح لكم بس. تمام. فاوندر دي فكك منها. تستيمونيال يعني مثلا اللي هو زي ما قلت لك تستيمونيال مثلا لو انت بتبيع سكين كير او مثلا لو بتبيع عادي بنطلون تيشيرت اي حاجه، واحد يطلع يقول انا اشتريت البتاعه دي من كذا كذا وجميله قوي ومعرفش ايه ويتكلم عليها. ماشي. تاني حاجه بريس دي برضو هتلخبطك فكك منها. بيفور اند افتر يعني ايه بيفور اند افتر؟ يعني اللي هو مثلا زي ما قلت لك مثلا لو انت بتبيع حاجه الشعر مثلا، فتوري الشعر قبل ما تحط البتاع دي والشعر قبل ما بعد ما تحط دي. سكين كير بشرتك قبل بشرتك بعد. فدي برضو ممكن عامة تعمل لها تيلر لللبس مثلا ممكن تعمل حاجة ميم اد اللي هو مثلا واحد يبقى واقف بوكسر فتعمل بيفور وبعدها افتر بقى يبقى لابس كل الاوتفيت كله يعني خليك كرييتيف كده. بوليت بوينتس اللي هي يعني ايه بوليت بوينتس؟ اللي هو يبقى في بوليت بوينتس كده كل بوليت بوينت بتتكلم على فيتشر في الاد. تمام. اندورسمنت دي مش محتاجها انت. نيوز برضو مش هتفيدك قوي. هيدلاين سلاش ساوند بايت. هيدلاين دي زي ما قلت لك اللي هو مثلا يبقى مكتوب لو انت عندك مثلا برودكت بس سيلر، فتحط البرودكت ده وتعمل ايه، تكتب بست سيلر.
هاشتاج نمبر 1 بس ده الهيدلاين. حاجه مهمه قوي قوي قوي، انا عاوزك على قد ما تقدر الحاجات اللي شغاله. يعني انت لو مثلا والله لقيت عندك صوره واحد واقف عامل كده ولابس التيشيرت، والصوره دي شغاله جامد قوي قوي، فانا عاوزك تاخد الصوره دي وتقوم عامل عليها اديت، تعمل منها 4 صور مختلفين. فايه ال4 صور مختلفين؟ لو هو دي مثلا الصوره تيشيرت، فانت مثلا لو دي الصوره اللي شغاله، فانت عامل منها 4 حاجات تانية على كانفا ولا على اي حاجه مختلفين. تكتب مثلا هنا بيست سيلر. صوره تانية تكتب مثلا بتاع دي، تكتب مثلا هاشتاج نمبر 1 بيست سيلر. صورة تجرب بقى هيدلاينز مختلفة، تحط مثلا حاجات مختلفة. لازم يعني فاهم، اعصر الحاجات اللي شغالة، اعصرها، اقعد اعصر في الحاجات اللي شغالة لغاية لما خلاص يبقى اللي هو ايه، عمال بتتعسر بتتعسر بتتعسر، مفيش ميه بتنزل. فانا عاوزك تقعد تعصر 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 لحد لما خلاص ما تبقاش بتطلع فلوس. لحد طول ما هي عماله بتطلع فلوس، هي الميه، اقعد اعصر فيها اكتر، اعصر فيها اكتر، اعصر فيها اكتر لحد لما تبطل. تمام. بوست دي فكك منها. statistics برضو مش هتفرقك. social proof زي ما فهمتك فوق، السوشيال بروف اللي هو سوشيال بروف ان هو بروف من حد اشترى الحاجه دي وعجباه وكل الكلام ده. هو في كذا حاجه كلهم معظمهم شبه بعض يعني. فهي دي بس حوار السكندري فورماتس كلها زي ما قلنا، ده برايمري فورماتس، دي السكندري فورماتس. زي ما قلنا ايه، ترندز دي زي ما اتكلمنا عليها فوق. what are organic creators doing؟ انت لازم تشوف ايه الكريترز اللي هم اللي هم اورجانيك من غير ادز بيعملوا ايه الترندز اللي هم بيعملوها، وانت تحاول تقلدها، حاول تركب الترند زي ما قلت لك. ما تركبش ترند مثلا في الصعيد وانت في التجمع. دي مهمة قوي. طب what are competitors doing؟ يعني ايه what are competitors doing؟ يعني ايه what دي، يعني اللي هو ايه الكومبيتيتورز اللي هم المنافسين دوينج، يعني بيعملوا ايه اللي هم بيعملوه. فانت برضو لازم تشوف هم ايه الترندز برضو اللي هم في نفس النيش بتاعك، اللي هم مثلا في التجمع بس. ولما بقول تجمع عشان ممكن حد يتلخبط، انا مش قصدي ان انت هتبيع في التجمع بس، انا بس بفهمك يعني عشان التجمع مثلا فئة معينة، فانا بفهمك بالفئات عشان بس اوصل لك المعلومة احسن. يا رب تكونوا استفدتوا بجد بجد. المعلومات دي هي اللي هتخليك تبقى ناجح كميديا باير، مش كل حاجه، مش زي ما انت فاكر ان انت عشان تبقى ميديا باير ناجح لازم تتعلم الادز نفسها. لا، كل الحاجات دي اهم من الادز وهي اللي بتنجح الادز. وتاني عاوز برضو ما تنساش تكتب لي ايه رايك في الكوميونتي اللي انا ان شاء الله بفكر اعملها. لو انتوا يعني كده كده انا اصلا فكرت في كده لان الناس كتيره قوي عماله بتسالني، فدي انتوا اللي عملتوها مش انا اللي عاملها لكم. فاحب اشكركم برضو اللي انتوا بتحاولوا، يعني عاوزين تتعلموا، عاوزين تتحسنوا، عاوزين تطوروا من نفسكم وتبتدوا تعملوا فلوس. فقول لي ايه رايكم، وهل انتوا هتبقوا حابين حاجه زي كده تبقى كوميونتي بساعدكم ان انتوا تجيبوا كلاينتس، ويبقى كلنا بنحاول نجيب كلاينتس بيا انا كمان، واقول لكم مثلا انا في كلاينت عملت له ساين، ازاي عرفت اعمل له ساين. ومثلا ممكن يبقى ويكلي كولز، في الويكلي كولز مثلا هخش اوريك ازاي انا بعمل اوبتمايز على كلاينت انا شغال معاه، ازاي بعمل سكيلينج، ازاي بعمل تيستنج، ايه الادز اللي احنا بنحطها وبنجربها. فقول لي ايه رايك في الكومنتس اللي هو كوميونتي. تبقى بصراحه انا بصراحه شايفها اللي انا لو كنت ببتدي كانت هتبقى مفيده قوي بالنسبه لي. فقولوا لي لو اتس ورث ات اللي انا احط فيها مجهود واعمل بجد كوميونتي حلوه. لان انا حاسس في مصر بالذات وفي الميديا باينج مفيش اللي هو كوميونتي بجد اللي هي كلنا عاوزين نجيب كلاينتس. كل الناس كوميونيتيز يا عم، دروب شيبينج على ذا ميديا باير معرفش ايه، ويا جدعان حد يقول لي ازاي بنعمل سكيلينج واتفرج على كورس مش عارف ايه. لا، هتبقى كوميونيتي كلنا بنساعد بعض نجيب كلاينتس. اول واحد انا هساعدكم ازاي تجيبوا كلاينتس، ازاي تبعتوا، ازاي تكلموا، ازاي تهندل كلاينت في التليفون، ازاي من الاخر تعرف تجيب كلاينتس. ويبقى في بقى تحديات، ويبقى في ويكلي كولز ان انا هطلع معاكم واتكلم معاكم واوريكم زي ما قلت لكم، هوريكم انا ازاي بعمل مثلا اوبتمايز، ازاي بعمل سكيلينج، ازاي بعمل تيستنج على كلاينت قدامكم. يعني انا كده كده دلوقتي في الفيديوز اليوتيوب بعلمكم كل حاجه، بس في الكوميونتي هعرف بقى اوريكم، لان انا هبقى قدامكم انتوا بتكلموني انا بكلمكم.
فهعمل شير سكرين واوريكم وانا بعمل اوبتمايز على كلاينت، بوريكم انا بعمل ايه، يعني لما اجي اعمل اوبتمايز انا بعمل ايه، فانتوا تخشوا تتفرجوا عليا تشوفوا انا بعمل ايه. كلاينتس اللي بتعرف تعمل مليون و500 الف و600 الف ومليون، ولا كمان في كلاينتس عندي الحمد لله وما شاء الله ما شاء الله هنعدي المليون، و يعني عدينا اصلا المليون مع كذا كلاينت، وهنجيب الاتنين مليون كمان ان شاء الله. فكل دي انا بصراحه شايف انها هتبقى مفيده ليكوا قوي. فبرضو قولوا لي رايكم لو انتوا عاوزين حاجه زي كده، ممكن ابتدي افكر ان انا كوميونتي زي دي، وان شاء الله تبقى يعني مفيده قوي ليكوا قوي قوي قوي، وتبتدوا ان شاء الله كلكم تبتدوا تعملوا فلوس وتنجحوا. فمن قلبي والله شكرا انت كملت الفيديو لحد الاخر. صدقني انت لو كملت كده عمال بتحاول تطور من نفسك وعمال بتعمل انفست في نفسك، مليون في المية انت هتنجح طول ما انت ما بتبطلش. اهم حاجة تبدأ تحسن نفسك في الحاجة اللي انت بدأتها وعمرك ما تبطل. فشكرا. لو الفيديو برضو عجبك اكتب لي رأيك في الكومنتس.